أخطر أسطورة فرعونية، الصراع الذي لا ينتهي. حين خيم الظلام على مصر سالتا دماء ملكها العادل أوزوريس. خيانة ست لم تكن مجرد قتل، بل كانت شرارة حرب ستمتد ل80 عاما. بعد أن غدر ست بأخيه أوزوريس وقتله وقطع جسده ونثره في أنحاء مصر، قامت إيزيس بجمع أشلاء زوجها وإعادة روحه، ومن هنا ولد حورس وريث العرش الحقيقي في أحضان المستنقعات. وفي قلب الليل ولد الطفل الذي سيعيد الميزان. إيزيس خبأت حورس في دلتا النيل، في المستنقعات والكهوف، بعيدا عن أعين ست. حورس لم يولد أميرا، بل هاربا مطاردا منذ ساعته الأولى. منذ لحظته الأولى كان حورس طفلا مطاردا. ست كان يبحث عن أي أثر له ليقتله، لأنه يعلم أن تنبؤات الكهنة تقول الابن سيعود يوما ويستعيد ما سلب. كبر حورس لا كطفل عادي، بل كإرادة نور تتشكل. كان يعلم أن ساعة المواجهة قادمة. قامت الأفعى عجرة بمحاولة قتله لدعم ست، ولكن السحر الإلهي لإيزيس كان الدرع الأول لحماية الطفل. تلقى حورس تدريبا قاسيا من حتحور وتحوت. حتحور تعلمه التحكم بروحه، تحوت يضع يده على رأسه ليمنحه الحكمة. اتحدت الطبيعة معه، الصقر، الماء، الرياح، لتمنحه قوة العناصر. وهنا بدأت ملامح المحارب الأسطوري. عندما كبر حورس وأصبح شابا، وقف أمام محكمة الآلهة ليطالب بالعرش الشرعي، لكن ست رفض، وبدأ الصراع واشتعلت حرب السماء والأرض. وهنا بدأت المعركة الأولى. استخدم كل منهم مهارته الروحية والجسدية. ست تحول إلى فرس نهر ضخم، حورس تحول إلى صقر عملاق. كانت معركة ضارية بين الاثنين، وانتهت بجروح خطيرة للطرفين. استمرت المعارك بينهم طويلا، أعوام كثيرا. الصراع دائم بين الاثنين، النور والظلام، الحق والباطل. في إحدى المعارك الدموية استطاع ست أن يقتلع عين حورس اليسرى، التي أصبحت لاحقا العين المقدسة الأوجات. لكن الإله تحوت أعاد تشكيل العين من جديد، مما جعلها رمزا للشفاء، للحكمة، للحماية، لقوة الروح على تجاوز الألم. هاجم ست حورس في الليل ليقتله، لكن إيزيس تدخلت، وفي لحظة ضعف من ست ترددت إيزيس في قتل شقيقها، مما أثار غضب حورس. أن الصراع لم يكن جسديا فقط، بل نفسي وروحي أيضا. غضب حورس غضبا شديدا مما فعلته إيزيس. استمر الجدل 80 عاما حتى تدخل رع بنفسه. بعد اختبارات، مناظرات ومعارك، ثبت أن حورس هو الابن الشرعي لأوزوريس، وأن الحق يجب أن يعود لأصحابه. صدر الحكمة: حورس هو ملك مصر، وست يعطى حكم الصحراء والعواصف. وهكذا نشأ التوازن. أصبح حورس رمز النظام والعدل والنور، بينما نفي ست إلى الصحراء يحكم الفوضى والعواصف. وهكذا لم تكن أسطورة حورس وست مجرد حرب انتقام أو صراع على الحكم، بل حكاية نعيشها نحن. صراع دائم بين نور يولد داخلنا والظلام يحاول إسقاطه، لكنها الحقيقة. إن الحق قد يتأخر، لكنه لا يهزم. أن النور ينتصر دائما. وهنا انتهت الأسطورة التي صنعت معنى النور والظلام. لكن وراء كل أسطورة قصة أكبر وأعمق. إن أردت أن تعرفها اضغط إعجاب واشترك الآن، فالرحلة لم تبدأ بعد.